سنة 1994 غيتجمعوا 7 ديال المدراء من أكبر شركات التبغ في العالم قدام مجلس النواب الأمريكي. جابوهم باش يسولوهم سؤال واحد ومباشر: واش النيكوتين كيسبب الإدمان؟ هما يوقفوا كاملين يحطوا يديهم على قلبهم بداو كيحلفوا: لا، حاشا، أديو الناس النيكوتين غير فيتامينات وسعاده كندخلوها لقلوب المواطن مسكين، ما كاين لا ادمان لا والو. هذه المسرحيه الحامضه دخلت تشكل الناس، خصوصا ملي تفرجت القضيه وعرفوا باللي الشركات صرفات 100 مليون دولار عباره عن رشاوي الاطباء والعلماء. علاش؟ باش يخرجوا يقولوا للعالم بلي الكارو مزيان للصحه. تخيل معايا تمشي عند الطبيب فيك الكحبه ويخرج لك باكيه ديال الماربورو حمراء مع الصباح وعلى الريق. هادشي راه وقع بصح، ولكن الصدمه اللي غتفشلك هي فاش غتعرف كيفاش خلاو هاد العجب كيبان لك اكثر من الكارو ديال الزرقاء. دابا الكارو العادي ملي كتكميه وكطول فيه كيشوط لك القرجوطه ديالك، كتبدا تكعب وتنهج. هذا راه الجسم ديالك كيقول لك حبس معلم، راه كتدخل لي العافيه والسم. الشركات منين شافوا هاد الشيء قالوا يا بنادم كيكحب كيهرب لينا، اش غنديروا ليه؟ ناضوا اخترعوا واحد القالب علمي سميتو املاح النيكوتين. شنو هو هذا العجب؟ شدوا هذاك النيكوتين وخلطوه بمواد كيميائيه كتبردو وكتخليه يرطب، كيدوز بالزربه، يعني كتقدر تجر الماكسيموم ديال السم بلا ما تحس بلا حريق لا كحبه لا والو. باش نسدوا هذا القوس، هذه المصيبه اللي كدير في فمك وكتجر راه بحال ضربتي بكيه ديال الكارو دقه واحده في 10 ديال الثواني. الدماغ كيتشوكا بالدوبامين وكتلقى راسك غارق في بليه صعيب انك تخرج منها اكثر من الكارو براسو. وكيبيعوا لنا العجل باللي هذا غير بخار الماء، هو راه حفار قبرك ومخلصوا بيديك من الفوق. من بعد هاد التقليبه التاريخيه الكارو ولا في كل بلاصه. الشركات الكبرى خدمت التلفازه والصحافه وحتى السينما باش ترد الكارو رمز ديال النخوه والرجوله، والنتيجه الفلوس بدات كطيح بحال الشتا. غير في 2020 مثلا الدخل ديال المبيعات ديال السجائر تجاوز 867 مليار دولار. باش تفهموا هاد المصيبه، سويسرا اللي قهرونا بها رمز الغنى والبنوك والمكانات الرولكس الى اخره، الاقتصاد ديالها كامل يلاه كيوصل ل 800 مليار دولار. السعوديه اللي غارقه بترول الناتج ديالها في ذاك العام ما وصلش لهذا الرقم. حنا هنا ما بقيناش كنهضروا على شركات، حنا هنا كنهضروا على امبراطوريات كتحكم في العالم وكتربح من الموت ديالك. مع الوقت الناس عاقوا، الحملات كثرات والهضره كثرات والشركات عرفات بلي الدخان القديم ما بقاش واكل مزيان. اش غيديروا؟ غيولدوا لنا الكائن اللطيف، السيجاره الالكترونيه او الفيب. قال لك السيدي هذه راها كيوت، ما فيهاش ريحه الشياط، فيها الريحه ديال الفريز النعناع والدلاح وزيد كتشدو في يديك بحال شي يوسبي. والشركات كتقول لك هذا راه خيار امن باش تقطع الكارو. دابا شحال هادي كان اللي مبلي بالكارو واكل الدق ما كرفص، يعني الا بغى يكمل راه خاصو يخرج للبرد في الزنقه ويشد جوج طاكسيات وطوبيس باش يبعد، وملي يسالي يقلب على شي حانوت يشري كلوريكس ويغسل يديه باش ما يتفرش قدام مريض الدار. والكارو فيه واحد التماره، ولكن هاد الشركات قالوا لا، حنا بغينا هاد الخينا يبقى مبلي 24 ساعه على 24 ساعه، ما خاصوش يحبس. شنو داروا؟ حيدوا لك هذيك الريحه، حيدوا لك هذاك الشياط اللي كتحس به، جابوا لك لعيبه تقدر تكميها وانت مخشي في المانطه، في الناموسيه ناعس، الامور مزيانه. تكميها انت ناعس، تكميها انت واقف، تكميها وانت في الدوش، تكميها انت في الغابه في السطح بلا ما يصدعك حتى شي واحد. انت كيحسب راسك راك مطور وقوالبي حيت كتكمي بلا ما يعاقبك حد. ودي راه هما اللي قولبوك معلم، حيت هذيك السهوله ديالها هي اللي خلاتك حاطه في فمك نهار وما طار. الكارو كنت كتشعلو 4 ولا 5 المرات في النهار، هذا العجب ولا لاصق لك في فمك بحال الرضاعه، الجاب ما يفكك داب وعندك تمشي غلط. بانه كيحل عينو مع 8 ديال الصباح باقي كاع ما غسل وجهه ولا قال بسم الله، يدو كتمشي نيشان تحت المخده يجبدها باش يجرجو الجرات عاد يحل عينو مزيان. هذه راه ما بقاتش بليه وتفطاح، هذا راه ولا استعباد، وليتي كترضع السم وانت عاجبك الحال. ولكن واش هاد اللعيبه اللي بريحه الدلاح فعلا امنه؟ منظمه الصحه العالميه كتقول بلي 30% ديال الشباب اللي كيبداو بهاد اللعيبه الكيوت كيلقاو راسهم في ظرف عام رجعوا كيكملوا الكارو العادي. 2021 كليه هارفارد خرجت دراسه على مخور، اكتشفوا ان هاد الدخان اللي كيبان لك انت زوين كيفرز ماده كيميائيه سامه اللي سميتها الفورمولين. عرفتوا شنو هي هاد الماده؟ هذه راه هي ماده مسرطنه كيستعملوها باش يحنطوا بها الجثث ديال الموتى، يعني انت كتدخل لصدرك ماده باش ما تخناش ملي تموت. تبارك الله على الاختراعات. اللحظه اللي عقت بالقلب هي ملي وليت كنعس وهي تحت المخده ديالي، وليت كنبغي نطلع جوج طبقات في الدروس كنلقى راسي كنعس، ما فيهاش داك الشيء ديال الكارو وما كتخليش ريحه في الحوايج. قلت مع راسي نجربها، دارت خربيقه نقيه مستحيل نتجبل بها، وقت ما بغيت راه غنحطها. كنبغي نركز في شي خدمه ولا قرايه وما كنقدرش نفوت 10 ديال الدقائق، نولي معصب ونرفز حتى كنلقاها ونزرزر عاد كنتنفس. وبعض المرات كنكون غير جالس مرتاح وكنلقى بلي قلبي كيضرب بالجهد بلا ما ندير حتى شي مجهود. نحل عيني الصباح وقبل كاع ما نغسل وجهي ولا نقول صباح الخير ومالي الدار كنجر منها جوج نقاط عاد كنقدر نوض من الفرش.
كون رجع بيا الزمان اللور كنت غادي نهرسها قبل ما نحطها في فمو. تما بالضبط عرفت بلي انا وليت عبد لهاد اللعيب. الهربه من الكارو للفيب بحال هربتي من الحبس للحبس الانفرادي، ما درتي حتى شي حاجه. واخا هاد الشركه باقا كتبيع لنا الوهم، الخطر الحقيقي ديال هاد البليه مرعب اكثر من اللي انت كتخيل. دراسه نشرت في 2022 في اكبر مجله طبيه في امريكا جاما بينت بلي الشباب اللي مبليين بالفيب كيعانيو في الصمت من واحد الكارثه اللي ما بغاوكش تعرفها بتاتا، كتدمر الدماغ، قلق مستمر وستريس بلا ما يعرفوا السبب، كتلقاه معصب غير بوحدو كيقول لك حق العين، وكاين تشتت وعدم قدره على التركيز نهائيا، الدماغ كيولي بحال شي بيسي مبلوكي ما كينفع حتى شي حاجه. والمصيبه الكحله هي ملي جات مؤسسه سي دي سي بينات بلي الدراري الصغار اللي باقيين في الكوليج ولاو شادين الفيب، هاد اللعيبه اللي كيقولوا جات باش تخرج الناس من البليه ولات هي الماكينه اللي كتصنع لنا جيل جديد من المدمنين على المواد الكيميائيه ما عرفناش اصلها من فصلها. انت زير معايا اي بالعقل، باكيه ديال الكارو دايره 40 درهم، الا كنتي كتكمي غير وحده في النهار غادي تجي 1200 درهم في الشهر. تخيل معايا شاب مغربي بسيط ما فحالوش مقهور خدام غير بالسميك اللي هو تقريبا 3100 درهم، كيجد اكثر من الثلث ديال الصالير ديالو كيشعلو عافيه. هنا كنهضروا على 14400 درهم في العام. هاد الزباله ديال الفلوس راه تجيب لك موتور ناضي تخدم به ولا تخلص لك سفريه تمسح بها العيادين العام كامل. ولكن في بلاصه هاد الشيء المغاربه كيخسروا اكثر من 15 مليار درهم سنويا غير في التبغ باش في الاخر يلقاو راسهم شادين الصف في السبيطارات. دابا هاد اللعيبه كذبوا على الدراري وقالوا لهم راه اقتصاديه على الكارو. ايه ياك سيدي، الدري كيمشي يشري الفيب ب 100 درهم ولا 150 درهم كيحسب ليه راه غدوز ليه سيمانه واو. ولكن حيت في هذاك القالب ديال الاملاح اللي كنت نهضرنا عليه قبل كيبدا يجر بلا ما يحس حتى كيلقى راسو سالها في يومين. الا حسبناها غنلقاوه كيخسر ما بين 300 و 400 درهم في السيمانه، يعني في الشهر كيحرق ما بين 1200 و 1600 درهم غير باش يخرج الريحه ديال الدلاح والنعناع والفريز من فمه. في العام هذه راه اكثر من 19000 درهم ديال الفلوس، كون جمعتيها راه تمشي بها مسافر ولا تشري بها غير بيسي تخدم به ولا تاكلها في كرشك وما يبقاش فيك الحال. هادو راه ردوك بقره حلوب كيحلبوها كل شهر بلا ما تعيق، ميزانيه كتمشي بارده وانت كتبقى لك غير الضبابه في الدماغ والسخفه في الدروج. الشركات الكبرى ديال التبغ والفيب عندهم هدف واحد، هو يشوفوا دوك الملايير كيتزادوا في الكونط بونكير ديالهم. واش كيبان لك بصح كيهتموا بالصحه ديالك؟ كنصيحه باش تحيد اي ادمان ماشي ضروري تعوضو بادمان اخر، ممكن تعوضو بالرياضه الصلاه وذكر الله، هما اللي كينقيو الجسم والعقل ديال بصح. فكر 1000 مره قبل ما تحط هذيك اللعيبه في فمك. القرار بيديك، تقدر تخسر صحتك ولا تبيعها لشركات باش يديروا بها لاباس ويسافروا بها للمالديف وانت تبقى مقابل السبيطارات. تهلاو بصحتكم دمتم سالمين.